صباح الخيرات والبركات. معكم كوتش علا سعيد، تنويم إيحائي وانتباه شعوري. ما تنسوش اللايك والمتابعة والإكسبلور. ما فكرتش مرة واحدة بس تشغل فيها عقلك بدل ما تشغله على الآخرين، إن أنت تسأل نفسك إزاي ربنا يخلقك حر وليك حرية الاختيار، وفي نفس الوقت يحط لك طرق ووصفات محدودة تكاد تكون قيود وقضبان عشان تمشي عليها، ولا دي صورة ومفاهيم غلط ناس تانية هي اللي عايزاك تصدقها؟ نعيد تاني، ازاي ربنا يخلقك حر وليك حرية الاختيار، وفي نفس الوقت يحط لك قيود وقضبان تمشي عليها، رولز ما تتغيرش. في حاجة غلط، صح؟ طيب راجع الكتاب كده، أنا مش هقولك فين، بس هقولك مرة واجه نفسك وبصراحة وبصدق. مرة افتح كتاب ربنا وشوف الحقيقة فين. مرة اقف مع نفسك وقفة صح. مفيش أمر ربنا اداهولك لو مش مديلك طريقته ولا أسلوبه، فهو مديهولك حر. ما فيهوش قيود، ما فيهوش ينفع وما ينفعش، ما فيهوش إلزام، ما فيهوش نمطية، ما فيهوش تكرار، ما فيهوش اعتيادية، ما فيهوش ذكر وأنثى، ولو في ذكر وأنثى بيبقى موضح وصريح. اقف وقفة تانية وتالتة وعشرة مع نفسك، بس اقف الأول معاها. مرة واحدة فكر كبني آدم، مش كواحد متساق وحد بيحركه. مرة واحدة شغل دماغك مع نفسك، مش على الناس ولا على أي حاجة تانية، مع نفسك. اختار انك تكون بني آدم صح زي ما ربنا خلقك، حر مختلف جواك كل الحلول.